يا ريتكم كنتوا معايا وذقتوا الجلاش الخرافي الحلو ده. نبدأ الفيديو بتاعنا على طول، والذكر النهارده هيكون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طول الفيديو قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالي اقولك ازاي تعملي احلى صينية جلاش بمقادير مظبوطة جدا بمشيئة الله. كوباية ونص من السكر، عليها كوباية ونص من المية، يغلوا غلوتين ووطي عليها لمدة 15 دقيقة. احسبي كده اهو بالساعة 15 دقيقة بالظبط. عصرة نص ليمونة ورشة من الفانيليا اول ما يبدأ ان هو يغلي الغلوتين بتاعه. وطي لمدة 15 دقيقة. الشربات بيكون مش تقيل بزيادة قوي ولا خفيف بزيادة قوي، بيكون اخف حاجة بسيطة من بتاع الكنافة. وتبرديه بقى تماما، تحطيه بقى في الارض، تنقليه في بوله تانية وتحطيه في الفريزر عشان تنجزي كده اهو ويبرد معاكي ويكون تمام. انا هنا زي ما انتم شايفين كوبايه الا تلت من الزيت على سمن، وطبعا تكتري السمن يكون اضعاف الزيت. ولو انت مش حابه تحطي زيت خالص، انا مجرد بس حطيت في الكوبايه الا تلت معلقتين كبار كده اهو زي ما انتم شايفين. ودي لفه الجلاش الحلوه دي، والصينيه دي مقاس 25 في 35 زي ما انتم شايفين. ابتديت بقى ان انا ادهنها كده بشويه سمنه على زيت حلوين، وحطيت الراق كده اهو بتاع الجلاش او نص ورق الجلاش في تحت. وبعد كده شويه زبيب على جوز هند. بتحبي بقى الفول السوداني حمصيه كده اهو وفروميه فرمتين حلوين وحطيها. حابه انك تاكليه ساده كليه ساده، حابه تحطي له كريمه حطي له كريمه اللي هي كوبايتين من الحليب، عليها معلقتين عليها 3 معالق من النشا اللي بيهم كويس، واحشيه باي حشوه انت حابه تحشيه فيها. حطي بقى النص التاني كده اهو من الجلاش زي ما انتم شايفين، ولا حاطينه ولا زيت ولا سمن ولا اي حاجه ما بين الطبقات. بصي هو بالظبط الزمن اللي انت بتقفي فيه في المطبخ تقريبا 3 دقايق. الفرن في المرحله دي بقى انا بسخنه على درجه حراره واطيه، وما تسخنهوش قبلها، يعني مجرد بس ايه قبل كده اهو الدقيقتين اللي انت تستخدميها ولعيه على درجه حراره هاديه، مش درجه حراره عاليه، يعني 180 كويس جدا عشان الطبقات بتاع الجلاش الحلو ده تبدا تستوي. بصوا بقى قطعته مستطيلات طويله زي ما انتم شايفين. بعد المستطيلات الطويله ابتديت ان انا اعمله سبعات في تمانيات. وانتي بتقطعيه قطعيه بطرف السكينه، مش تنزلي السكينه كلها عشان تظبط معاكي. وبعد كده هو حطي صوابعك الحلوه حوالين مكان التقطيع علشان الجلاش ما ينفش معاكي ولا يتقطع. نزلت بقى بالكوبايه الا ربع من السمن اللي انا حطاها دي، وجبت بقى الصينيه يمينا ويسارا بالشكل ده. بتقعد في الفرن قد ايه؟ انتي بتولعي من تحت بس ما بتولعيش الشوايه. انتي اصلا بعد تقريبا من تلت النص ساعه كده وبتبدا تاخد الصينيه كلها اللون الذهبي. بعد ما تاخد اللون الذهبي كلها اطفي من تحت وولعي الشوايه بنار وسط كده اهو، خليكي واقفه جنبها لان هي بتاخد اللون الذهبي الرهيب الغامق ده بعد تقريبا مش بتكمل دقيقه، وبتاخد كده اهو اللون اللي انتوا شايفينه. طبعا ابدأي بقى لفي الصينيه لو انت عندك جزء واطي وجزء عالي. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. طبعا الشربات كان بارد جدا ساقع كمان، والجلاش الحلو ده كان سخن مولع. اصبري عليها دقيقه كده اول ما تطلع وقولي بسم الله وعلى طول حطي الشربات. طب لو الشربات كان فيه كده اهو سوائل زي ما انتم شايفين كده اهو حوالين الجلاش نفسه، حطيه في التلاجة لما يهدى خالص. في التلاجة غطيه وحطيه في التلاجة، بيبدأ يشربه وتاكليه ساقع وخرافي. يلا تشجعي وقومي يلا اعملي لفة الجلاش اللي عندك، او اشتري يلا لفة جلاش واعملي الجمال والحلاوة دي. يا رب الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، والاهم اللايك هو الصلاة والسلام على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.